بيحكي لك الكتاب عن 4 مراحل بيمر بيهم الإنسان لحد ما يوصل لمرحلة الوحش. أو أنا سميتها كده يعني لأن 2% بس من الناس بيقدروا يوصلوا للمرحلة دي. تعال أقولك ال4 مراحل وانت تقيم نفسك انت موجود في أي مرحلة فيهم. أول مرحلة هي مرحلة إنسان الغاب، وفي المرحلة دي كان كل اللي الإنسان بيفكر فيه إن هو يشبع الغرائز وإنه يحمي نفسه من الخطر ويبقى عنده أكل يكفيه. مش بيفكر في بكرة لأن احتمال ما يبقاش فيه بكرة أصلا. مرة في راجل رحالة سأل إنسان في الفترة دي بتفكر في إيه؟ فقال له أفكر ليه أصلا وأنا عندي أكل يكفيني أصلا. الإنسان ده في وقتنا الحالي هو الطفل الصغير خالص لحد مرحلة الكيجي كده. ولكن للأسف في ناس بيستمروا في المرحلة دي حتى بعد ما بيكبروا، اللي هم بتلاقيهم أطفال جدا وأهم حاجة عندهم مصلحتهم الشخصية ويعملوا اللي هم عايزينه بس. تاني مرحلة هي مرحلة إنسان القبيلة، وفي المرحلة دي بدأ يبقى فيه قبائل وقوانين بتحكمهم. الإنسان في المرحلة دي بيحاول إنه ما يغلطش ويأجل الغرائز بتاعته، مش زي إنسان الغاب، ولكن ده مش احتراما لنفسه لكن خوفا من العقاب وشكله قدام بقية القبيلة. بينحاز جدا لقبيلته، بيعادي أي حد من قبيلة تانية. الإنسان ده في وقتنا الحالي بيكون الشخص اللي دايما بيخاف جدا من السلطة وبينفذ أي أوامر مهما كانت غير أخلاقية. أهم حاجة عنده صورته قدام المجموعة بتاعته، مش مهم هو بيتصرف صح ولا غلط. وللأسف بيعادي أي حد مختلف عنه. ده في الغالب بيكون الشخص في المرحلة الابتدائية، ولكن برضو في ناس بتكبر وبتفضل قاعدة في المرحلة دي. المرحلة الثالثة هي مرحلة الإنسان المستقل، وبدأ الإنسان في المرحلة دي إن هو ياخد تقديره من نفسه مش من الناس، ويعمل الخير علشان يرضي ضميره مش عشان خايف من العقاب. مش بيعادي أي حد مختلف معاه، بالعكس بيشوف إن الطبيعي إن الناس تختلف معاه. بيعمل اللي يريحه حتى لو هيكون مختلف شوية عن المجتمع اللي هو فيه. والجانب المظلم في الموضوع ده إن في الغالب المجتمع بيرفضه. وصلنا للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الإنسان المستنير. هي دي بقى اللي 2% بس من البشر بيقدروا يوصلوا لها. الإنسان المستنير الإنسانية عنده هي أهم حاجة. مش بس بيحترم اختلاف الآخرين، لا ده كمان بيدافع عن حقهم في الاختلاف معاه. قائد حقيقي مش فارق معاه ان الناس تمشي وراه، لكن فارق معاه انه ينظم حركة السير للناس عشان يوصلوا لأهدافهم. مستقل عاطفيا ومحدش يقدر يتحكم في مشاعره. بيشوف الموقف من فوق، فمش بيركز على مين غلطان، بيركز على الأسباب اللي عملت المشكلة دي أصلا وبيحاول يحلها. رأيي الشخصي إنه صعب قوي إن الإنسان يوصل للمرحلة دي إلا لو هو بيقعد مع ربنا وقت كتير قوي. 4 مراحل التطور دول من كتاب إنسان بعد التحديث لدكتور شريف عرفة، أنصحكم إن انتوا تقروه. أنا مريم البباوي، لو بتحبوا القراية وتلخيص الكتب ما تنسوش تعملوا فولو.